انا بالنسبه لي عمر شرقي. عمر كان من اوائل الناس اللي احنا بعتنا له اول ما بدانا، وبعتنا له فعلا كيت ووصلت غلط، وكان اعتذر له كتير جدا، وبعتنا له واحده ثانيه وقلنا له احنا مش عايزين اي حاجه، جرب بس برودكتس وقول لنا رايك. وهو من نفسه بعديها بفتره لقيناه عمل ريفيو اونست ريفيو جدا ونزله عنده. فيعني انا حابب اشكره لان هو واقف جنبنا جدا وفور فري تماما. فبالنسبه لي عمر يعني من الناس اللي فعلا فرقت معانا في البدايه جدا. هاي، ازيك؟ ازيك؟ عبد الرحمن وخالد، انتوا الاونر والفاوندر اوف مستر بيرد. تمام. احنا مبسوطين ان انتوا معانا النهارده، وكنا عايزين نسالكم كام سؤال كده ليه علاقه بالبراند بتاعكم. جاهزين؟ يلا بينا. ليه اخترتوا اصلا مستر بيرد انه ده يبقى البراند بتاعكم، واخترتوه depends on ايه؟ يعني احنا اخترنا ليه ننزل بالبرودكتس دي وبالشكل ده للبراند؟ احنا مستر بيرد احنا من كير براند. احنا كنا دايما شايفين ان محدش بيهتم بالرجاله. الموضوع بدا معانا من ايام الكورونا، كان في لوك داون، قعدنا كلنا في البيت، محدش فينا كان بيحلق. ابتديت اعمل ريسيرش اكتر، اكتشفت ان لا، دي اندستري موجوده في العالم كله والناس كلها عارفه يعني ايه بيرد كير وبتستخدم بيرد كير برودكتس، بس اكتشفت ان الحته دي في مصر شويه محدش مركز معاها. طيب انتوا كنتوا خايفين في الاول وانتوا نازلين انه انتوا نازلين في حته مش معروفه خالص، ما فيهاش اي حد خالص بيكمبيت في الاول؟ طبعا احنا كنا عارفين ان احنا لو نجحنا في الاويرنس ان احنا اصلا نعرف الرجاله ان من الطبيعي ان احنا نهتم بالدهن زي ما بنهتم للشعر، بيتجاب له شامبو كريم. الدهن ما كانش فيه خالص الكالتشر الاهتمام بالبير. مظبوط. فاحنا كنا عارفين ان هي لعبه اويرنس، فمن هنا كانت البدايه. طيب ممكن تعرفونا اكتر بقى على البرودكتس اللي ابتديتوا بيها البراند؟ احنا اول برودكت بدانا بيه كان البيرد اويل، عشان ده يعني البيز برودكت ان انت ممكن تستخدمه في اي روتين ليك. ليه فوائد كتيره جدا وسهل جدا في استخدامه. نزلنا برودكتس اكتر ليها علاقه بالبيرد مينلي، زي البيرد بالم، زي البيرد واكس. بعد كده عملنا اول بيرد براش في مصر ايجيبشن مين 100%. عملنا بيرد شامبو، احنا كنا اول حد برضو نعمله. احنا عندنا دلوقتي لاين كامل للبيرد فيه كل البرودكتس اللي ممكن اي حد يحتاجها عشان يهتم بدقنه. بس دايما البيرد اويل هو اور بيست سيلر، وهو اول برودكت نزلنا بيه الماركت واتشهرنا بيه. لو هنتكلم دلوقتي على تيرنينج بوينت حصلت في البراند، التيرنينج بوينت هي ان انا وعبد الرحمن تفرغنا 100% للبراند، وده ما كانش قرار سهل. انا وعبد الرحمن باك جراوند انجينيرنج، بس قررنا ناخد القرار ده. ابتدينا نركز على الاي كوميرس بتاعنا، وده كان التحول الرهيب فعلا لما بنينا ويب سايت صح، بنينا بارتنرشيبس قويه مع بلاتفورمز ماركت بليسز قويه زي جوميا، زي نون، زي سورس بيوتي اند سو. لو رجع بيكم بقى الزمن ان انتوا تغيروا حاجه، ممكن تغيروا ايه؟ كنت هبدا اعمل اي كوميرس ويب سايت فروم داي 1. زي ما خالد قال، اول ما عملنا اي كوميرس ويب سايت الموضوع اختلف معانا 100%. فبالنسبه لي الحاجه الوحيده اللي فعلا ممكن اغيرها ان انا فروم داي 1 كنت هلانش ماي اون اي كوميرس ويب سايت، وكنت هركز ان انا اهتم بالكلاينتس بتوعي واستور الداتا بتاعتهم، عشان ده ساعدنا جدا بعد كده. اهم حاجه كنت هعملها بدري شويه ديليجيشن، ودي نقطه مهمه جدا. كتير قوي من الفاوندرز بيبداوا الفكره وبينجحوها بس ما بياخدوش بالهم من حته الديليجيشن. طبيعي جدا في الاول بنعمل كل حاجه بنفسنا لان احنا ما عندناش الرفاهيه او الانفستمنت كابيتال ان احنا نبدا البراند، كنا بنعمل كل حاجه بنفسنا. بس اول ما اشوف ان البيزنس يسمح ان انا اديليجيت التاسكس اللي بتسحب مني وقت كبير، اسيب التاسكات دي كلها لحد يعملها احسن مني واركز انا في الجروث والسكيل بتاع البيزنس. انتوا شايفين مستر بيرد فين كمان 5 سنين؟ شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ بصي، انا وعبد الرحمن الفيجن بتاعتنا زي ما بقينا ماركت ليدرز في المان جرومينج اندستري في مصر، كمان 5 سنين هيبقى في الميدل ايست كله ونورث افريكا. وده فعلا بدانا فيه من ساعه حتى الريبراندنج. احنا عايزين نطلع من حته البيرد بس ونبقى مور جينيريك للرجاله عموما، سكين كير، هير كير، بيرد كير، مان تولز عامه بشكل عام، ونتوسع من ان احنا 15 اس كيو مثلا او 10 اس كيو نوصل في خلال ال5 سنين دول لاكتر من 60 اس كيو. ويمكن عبد الرحمن برضو عنده الحته بتاعت الاي كوميرس في الامارات والسعوديه، ابتدينا فعلا نكسباند هناك. احنا بالفعل بنكسباند في الامارات وفي السعوديه، بالذات ان هناك في ديماند عالي جدا على البرودكتس. يعني احنا فور ناو عندنا انترناشونال شيبينج وبيجي لنا اوردرز على الويب سايت من الخليج، فخدنا الموضوع للنكست ليفل وقررنا يبقى في ستوكس هناك ونبتدي نبيع دايركت تو كونسيومر. ودي ستيب احنا شايفينها مهمه جدا لان مفيش تقريبا براند مصري للرجاله عمل كده، احنا اول ناس بنعمله. فهو الموضوع ريسكي شويه بس ان شاء الله يعني بيليف ان احنا هندو جود هناك باذن الله. مين اكتر حد كان بيشجع كل واحد فيكم من اول ما فكرتوا بس ان انتوا تفتحوا
البراند ولحد دلوقتي؟ انا بالنسبه لي هقول طبعا خالد. احنا صحاب يمكن احنا في KG1، فلما جات لي الفكره كان هو اول حد كلمت معاه. كنا ساعتها شباب صغير في الجامعه معانا 1000 جنيه مثلا، وهو قال لي يلا نجرب ويلا نبدا، ودي كانت حاجه يعني انا مبسوط بيها جدا. دي حقيقه. وطبعا مراتي اسم مستر بيرد اصلا هي اللي ساعدتني ان انا اسميه، واهلي برضه بصراحه وقفوا جنبنا كتير جدا. وكان الموضوع مش سهل عليهم ان انت ميكانيكال انجينير وانت شغال في شركه مالتي ناشونال، وانا بقول لهم هسيب كل ده عشان اعمل بيرد كير برودكتس، ودي حاجه الناس عايزاها وكانوا شايفين ان انا مجنون. بس لا، زي سبورتد مي وقالوا لي لا اعمل كده وان شاء الله الموضوع هيمشي. والحمد لله احنا النهارده وصلنا ان احنا الحمد لله في الشهر بنطلع كذا 1000 يونت، يعني وصلنا لمكان كويس الحمد لله. سيم جوز هير طبعا، اهلي ومراتي طبعا واصحابي. كفايه ان انا كنت قالب البيت عندي وير هاوس في الاول، كراتين بقى في كل حته، لا استحملوا بشكل كبير يعني. طبعا مراتي سبورتد مي جدا لما قررت اتفرغ 100%، واصحابنا من اول ما بدانا بقى شيرز بيساعدونا في كل حاجه يعني. in the terms of business support ECC كميه السبورت اللي ادولنا في الاول دي حقيقة. حتى الانو كيوز كانت في الماركت كلها 2000 و3000، واحنا في الاول الليكويديتي طبعا كانت ضعيفه، ابتدينا بفلوسنا الشخصيه فادونا اكسبشن، ودكتور هبه عصام ادتنا اكسبشن رهيبه في الانو كيوز بتاعتنا، لان هي شافت بوتنشال فينا وشافت ان البراند ده هيبقى ليه بوتنشال في المستقبل. على ذكر ان احنا جبنا سيره ECC، فاحنا عايزين نعرف بقى لو انتوا هتديسكرايب الرحله بتاعتكم مع ECC لحد دلوقتي في 3 words. يعني هو نمبر 1 سبورت من اول يوم لحد النهارده، سبورت من كل نواحي البيزنس، كوميتمنت، كواليتي بقى للبروسيس كلها، نقدر نقول كاستمر اكسبيرينس كلها. انا بصراحه بالنسبه لي ECC يعني هم بارتنر فروم داي 1، يعني هم ساعدونا ناخد البيزنس من ان احنا شغالين على سكيل صغير ان احنا نعمل ماس برودكشن، ان احنا نبقى نقدر نبقى موجودين في كل حته في مصر، نقدر نصدر بره. وبصراحه بدون تسهيلات كتيره جدا زي ما خالد قال، يعني من غيرهم ما كناش البراند وصل للحته اللي هو فيها دلوقتي. ويعني كل ما بنكبر هم بيسبورت اس اكتر، فدي حاجه يعني بصراحه احنا ثانكفول فيها ليها جدا. طيب اي حد مثلا هيجي يبتدي براند جديد دايما بيبقى شايل هم الفورمولا قوي، وانه ازاي هيعمل فورمولا وازاي هيطلعها، وطب انا مش دكتور زيكم كده بالظبط، فانا مش عارف بقى ابتدي منين، وراهم فين وهاجي منين وكده. كنت فاكر ان الموضوع يعني لما بدانا ان الموضوع هيبقى معقد جدا. انا كنت بسمع ان تصاريح وزاره الصحه والفورميليشنز دي بتقعد بالسنين يعني. فلما جينا الماركت ليدر زي ECC، يعني يعتبر من اكبر المصانع في الشرق الاوسط، لقيت ان الموضوع بسيط جدا. عندهم اوريدي فورمولاز كتير جدا، عندهم فورميليشن لاب كبير جدا، اكتيف انجريدينتس ورو ماتيريالز عندهم في المصنع، اي حاجه تيجي على بال R&D تيم بنلاقيها عند ECC. فده كله سهل علينا جدا، من تيستنج للبرودكت، ستابيليتي، سيفتي، مايكروبيال تيستنج، كل الحاجات دي ECC بتسهلها علينا. وده كله بيسهل لنا وبيسرع لنا البروسيس وبيقلل الهاسل بتاعتنا از انترنالي جوه الشركه عندنا. ماشي، هنسال دلوقتي اسئله وهترفعوا بقى صوره كل واحد كده على حسب السؤال. اوكي ماشي. مين اللي دمه اخف في الشغل؟ مين اللي بيقول خلاص انا هتابع الموضوع ده وبينساه في الاخر ما بيتابعوش؟ طب احنا الاثنين بصراحه. مين اكتر حد فيكم بيحتوي التاني؟ ماشي اوكي. مين اكتر حد بيقول ان هو جعان ومش بيبقى مركز غير بعد ما بياكل؟ عبد الرحمن. مين بقى بيبقى حنين اكتر على التيم اللي معاه؟ يعني بيدي اجازات working from home. خير دلعهم جدا بصراحه. مين اللي على طول سقف احلامه فوق قوي؟ عبد الرحمن. انا واقعي شويه، نفسي اعمل كل حاجه في الدنيا وخالد استنى مش وقته. لو مثلا حطيناكم في سيتويشن دلوقتي وانتوا خارجين مع بعض وفي حد قابلكم وقال لكم انتوا مستر بير ده احنا بنحبه جدا بجد وبستخدم البرودكت بتاعه، بس في مشكله ووقع بس دقن بتاعت جوزي وبهدلها جدا، عايزه اعرف ايه الرياكشن اللي ممكن ناخده منكم في السيتويشن ده؟ انا هكون هادي قوي، هسمع الفيدباك 100%. زي قالت لك خد بالك كومبلين في وشك دلوقتي. nothing personal يعني in business nothing personal. هسمع 100% وممكن يكون فعلا كلامها valid حتى لو بيحصل 1 in a million. انا هعمل كده برضو، لازم اسمع الفيدباك بتاعها، اعرف المشكله منين واشوف ازاي ممكن اساعدها واحل المشكله دي. كل حاجه من الكلاينتس بنسمعها كويس جدا لان دول اهم حد عندنا. لو بقى عندنا بقى الاوبشن ان احنا ندي كات من مستر بيرد لممثل، مين ممكن يبقى الممثل ده؟ انا بالنسبه لي عمر شرقي. عمر كان من اوائل الناس اللي احنا بعتنا له اول ما بدانا، وهو يعني يوجوالي ما بيعملش الحاجات دي خالص، بس قال لي ماشي انا انترست جدا وهجرب، وبعتنا له فعلا كيت ووصلت غلط
وكلمناه اعتذرنا له كتير جدا، وبعتنا له واحده ثانيه وقلنا له احنا مش عايزين اي حاجه، جرب بس برودكتس وقول لنا رايك. وهو من نفسه بعديها بفتره لقيناه عمل ريفيو اونست ريفيو جدا ونزله عنده، وده كان من الريفيوز اللي فرقت معانا جدا. يعني السيلز بتاعتنا بعديها ضربت في 3-4. فيعني انا حابب اشكره لان هو واقف جنبنا جدا وفور فري تماما. فبالنسبه لي عمر يعني من الناس اللي فعلا فرقت معانا في البدايه جدا. طبعا بعد عمر شرقي آسر ياسين. ماشي، حلو قوي. ياسر ياسين وعمر شرقي 2 تايبس حلوين بجد. يا رب يبقوا بيسمعونا ويبقوا امباسدرز فعلا. ايه برودكتس ممكن تبقى بتنزل الفتره الجايه او نستنى منكم ايه الفتره الجايه كمستر بيرد؟ احنا طبعا we launched the hairline already with 3 products. الهير شامبو انتي داندرف، الهير فود، الهير كونديشنر. هينزل ان شاء الله الفوليكل بوستر على اخر السنه. في السكين لاين هينزل فيس ووش، وهينزل انتيميت فوم ووش انتيميت فوم ان شاء الله. هينزل لاين كامل للسنسيتيف اريا، ودي يعني مش هيبقى حاجه الموضوع بس مقتصر على بيرد، مين كير عموما. أوكي. كل حاجه ممكن الراجل يستخدمها. احنا ECC بتتمنى لكم كل التوفيق ونبدا مع بعض على طول. ثانك يو. ثانك يو شكرا.